السلام عليكم. اليوم حنعمل حلا سريع وبسيط جدا بمكونات اقتصادية ومتوفرة في كل بيت، عبارة عن سميد ومحشو بمكسرات أو محشو قشطة أو آيس كريم. فطبعا أنا أضفت الزبدة، وبعد الزبدة أضفت السميد وعلى نار هادئة. أهم ملاحظة يا جماعة إنه النار لازم تكون هادئة، لأن النار إذا كانت درجة الحرارة عالية فحيحترق بسرعة، الزبدة حتحترق والسميد كمان حيحترق وما بينفع الشغل. فعلى نار تحت المتوسط نحاول نحمص السميد. وطبعا انت شايفين قطعة الزبدة زي ما هي كبيرة شوية وجامدة، بس ما في مشكلة لأن أنا ما حبيت تسيح للآخر حتى إنها ما تحترق الزبدة. تعرفوا إذا ما ضايفين ليها حاجة ممكن زيت ولا أي شيء معاها ممكن تحترق، فأنا عمدا خليتها تكون جامدة شوية. ومع الحرارة بتاعت التحريك والحرارة تحت المتوسطة ممكن ما تحترق لنا، وحنشتغل شغل شوية هادئ مع السميد عشان ما يحترق. طبعا حنستمر باستمرار. شايفين الزبدة دابت وتحمص وتغير اللون إلى الذهبي، ما نخليه يكون ما يتحرق. أهم شيء في الموضوع إذا احترق ريحته حتطلع في الحلوى نفسها، فما لازم يحترق أبدا. تقريبا أنا خليته لونه صار ذهبي، يكفي يعني، ما يحتاج يكون لونه بني عشان ما يطلع طعم بايخ. أنا بعد كده حضيف له السكر في المرحلة دي وأخليه معاه يتكرمل لغاية ما السكر يختفي نهائيا فيه. ونفس الشيء على درجة حرارة عالية، متوسطة، سوري، تحت المتوسطة كمان، مش متوسطة، ما تكون عالية أبدا، أنا آسفة. وفي نفس الوقت تحريك مستمر، ما نغفل عنه لأنه في لحظة ثواني ممكن نلقاه احترق، فلازم نكون حريصين شوية. المرحلة الثانية أنا حضيف حليب، والناس اللي ما بيضيفوا حليب ممكن نستبدل الحليب بماء عادي جدا، ما فيش أي مشكلة. وإذا عادي الحليب ممكن نضيف حليب، ما فيش مشكلة. المهم إن احنا عاوزين سائل في المرحلة دي عشان نجمع لنا الزبدة مع السميد وهو حيشرب. طبعا ممكن تضيفوا زيادة وزيادة، ما في مشكلة، بس ما تخلوها تكون سائلة يعني. فزي القوام ده طبعا زي ما انتم شايفين القوام ده تقريبا بيكون مناسب. بعد ما نخلص من يختفي الحليب تماما فيها، بعد كده احنا هنخليها تبرد اول شيء قبل ما نشتغل عليها او نضيف لها الحشوة، لانه لو كان ايس كريم او كانت قشطة حتسيح، فلازم تبرد اول شيء. نخليها تاخد وقتها على ما تبرد، بعدين نواصل نشتغل فيها. قبل ما نرفعها من النار حنضيف لها فانيليا، وده طبعا اختياري، ممكن تضيفوا اي نكهات اخرى، اي روح اي شيء عاوزين تضيفوه ما في مشكلة. انا اضفت فانيليا، واذا ما حابين ممكن تستغنوا عن الفانيليا نفسها، بس بتعطي نكهة، يستحسن اضافة نكهة للسميد نفسه بس. ونخليها تبرد. طبعا بعد ما بردت انا حضيف لها عسل. إذا كنتوا ضايفين كمية سكر كفاية ما يحتاج العسل، أما إذا كان السكر شوية خفيف أو أنتوا تحبوا يعني يكون حلو أكتر ممكن تضيفوا ملعقتين عسل، 3 ملاعق عسل، على مزاجكم في تناول الحاجة الحلوة. كده هي جاهزة. فهنا عندنا كيس عادي جدا، أي كيس من أكياس حفظ الطعام، هنقصه لقطع مربعة لأنه الكيس بيساعدها إنها تطلع من القالب، ولو ما خديناه في كيس ما حتطلع بسهولة، حتتكسر. زي ما انتم شايفين أنا كده هغلف القالب بالكيس أول شيء، بعدين أضع فيه السميد. بعد ما برد طبعا زي ما انتم شايفين هنحطه وهنثبته كويس، نخليه ياخد شكل القالب نفسه السميد، وفي نفس الوقت نعمل حفرة في الوسط عشان نحشيها. شغلة جدا بسيطة وما فيها أي تكاليف، صدق الحق. نحاول بيدنا نثبتها كويس عشان تاخد شكل القالب، بعدين ما تطلع مفتفتة، فتتثبت كويس. وحنخليها برضو لغاية ما تتماسك، خليها برضو تتماسك بعد ما نشكل الشكل، يعني ما على طول بنحشيه، نعطيه شوية وقت عشان يتماسك مع بعض.
أذان المغرب صدق الحق. شايفين؟ نحاول نساوي الأطراف كويس ونخلي الفتحة حلوة كده، ما نخليها سميكة خالص، أقصد الحفرة ما نخليها سميكة خالص وما نخليها خفيفة خالص، نخليها كده في حد المعقول على قدر كمية الحشوة اللي احنا حابين نخليها فيها يعني. بتاخد وقت شوية، لكن لو ما تتظبط أحسن عشان ما يكون فيها كراك أو تتفكك أو تتكسر بعد ما نقلبها، فيستحسن يعني نضغطها كويس ونتأكد إنها ثابتة. طبعا أنا عندي 3 حشوات، عندي قشطة وعندنا جوز هند وعندي فستق حلبي مبشور، وفي عندي كمان والنط، هذا شو اسمه، عين الجمل أعتقد، أيوة. فحبتدي أحشي. أول شي طبعا ببساطة هناخد القشطة، والقشطة الطازجة بتكون أحسن لأنها متماسكة أكتر من القشطة اللي بتكون معلبة. القشطة المعلبة فيها بتكون سايلة، فيستحسن القشطة اللي هي طازجة. نعبي بيها الوسط زي ما انتم شايفين، الحفرة اللي في الوسط هاي نعبيها بالقشطة ونرجع نقفلها مرة تانية بزيادة سميد، نفس السميد طبعا اللي هو اشتغلناه من شوية. لا إله إلا الله صدق الحق. خلص الآذان نتواصل نشوف بعد كده. هنبدأ نضيف السميد وبرضو نفس الشيء نضغط عليه. وبالنسبة للقشطة الضغط يكون شوية خفيف، لأن هي ما زي المكسرات يعني ما ماسكة كتير زي الجوز وزي الكاجو أو الفستق، فشوية نكون حريصين وإحنا بنشتغل معاها أو بنشتغلها. نحشيها كويس، نقفلها كويس، أهم شي لازم تكون مقفلة كويس بطريقة جيدة حتى إنها ما تطلع لنا منها. وبالكيس عشان تطلع متساوية بالكيس نطوي الكيس من الأطراف تتقفل بطريقة جيدة، وكمان نخليها ترتاح وتاخد وقتها. لو دخلتوها التلاجة ما في مشكلة، لو خليتها برا تاخد وقت. إذا الجو عندكم ساخن يتسكي. طبعا هنا خلصناها. بنشوف اللي بعده بنفس الطريقة يا جماعة. هنعبي القوالب مثل ما عبيتها أول، وبعد كده حبدأ أحشي واحدة ورا الثانية. وممكن تحشوا أي حاجة على فكرة. أنا ما جايبة آيس كريم، بس إذا حبيتوا ممكن تجيبوا آيس كريم بس يكون متلج من الفريزر، وفي نفس الوقت تتحفظ في الثلاجة دايما، يعني تكون على برودة. وبعدين طبعا ما بتتحفظ فترة طويلة إذا فيها آيس كريم، فتتعمل على طول ونتناولها يعني في نفس الوقت بسرعة. زي ما احنا شايفين نفس الطريقة هنعبي كل القوالب بالحشوة ونرجع نقفلها مرة تانية ونتأكد انها اتقفلت تمام. شكرا لكل من اشترك في القناة، وإذا في أحد أول مرة يدخل على القناة ويشوف الفيديوهات يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس. ودايما أنا بحب الناس اللي بيتفاعلوا معايا في الكومنتات وبيعلقوا أي تعليق شو ما كان، يا هلا ومرحبا. يعني نرحب بالجميع، ما فيش أي مشاكل. عندكم أي آراء، في أي استفسار في طبخة حاجة معينة عاوزينها، أنا على الرحب والسعة ما عندي مشكلة. إن شاء الله ألبي طلباتكم بإذن رب العالمين. طبعا جوز الهند شوية مفتوت بس طيب على فكرة جميل. بيديها طعم كده لما يدخل مع الحشوة ومع السميد بيدي طعم حلو، وهي بصراحة جميلة. وممكن تعبوها في كونتينر صغير كونتينر كبير على حسب قوالب. أقصد إذا أنتوا تحبوها صغيرة شوية خلوا القالب يكون أصغر. عموما القالب اللي عندي أنا مش كبير يعني، هو صغير يعني شخص واحد ممكن يتناولها، ما فيش أي مشاكل. ما هي كبيرة كتير ولا صغيرة، وممكن تعملوا منها شكل كيكة كاملة يعني.
في قالب واحد. بعد ممكن تقطعوا منها كيكة يعني بنفس طريقة الكيك، فليكم الاختيار. أول ما خلصنا باقي لنا واحد زي ما انتم شايفين. كده الحين ده بتاع الفستق، كمان طعمه لذيذ على فكرة وجميلة يعني بصراحة، جربوها وما حتخسروا يعني. وبعدين مكوناتها بسيطة وشغل سريع يعني، ما فيها مشكلة، غير ان التحميص شوية ممكن ياخد وقت لانه حنشتغل على نار هذا، otherwise ما فيهاش يعني شيء كتير مزعج، سريعة. جربوها وانتوا حتنبسطوا لو عملتوها، لانها ما بتاخد وقت وما مكلفة، وفي نفس الوقت طعمها جيد يعني كويسة. كده انا خلصت الثلاثة كلهم. طبعا حنحطهم، حتقدموهم على كيفكم بنفس الطريقة. لما نقلبها بالكيس والكيس فيها، هو الكيس نرفع الكيس ونقلبها. اذا قلبناها بدون كيس ما حتطلع، اذا خليناها في قالب بدون كيس ما حتطلع، حتتكسر. بعد كده نعمل علامة اللي هي مثلا اللي حشوته فستق نحط عليه شوية فستق، واللي محشي قشطة شوية قشطة، وهكذا يعني، عشان تكون علامة اللي حياخد حباية يعرف انه دي محشية الشيء الفلاني. اتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس، وما تنسونا من دعمكم واللايك الجميل. ان شاء الله تكون عجبتكم، وسلام يا حبايب.